حساب نادي برشلونة نشر هذه الصورة وكتب بالعربية: قهوة ولا شاي؟ أنا يبدو لي شيء أفضل يا روديغر، مع أني أدرك أنك تحبه مع بسكويت، لكنهم في برشلونة يقدمونه مع الأهداف. حسنا، لنذهب لكلام الجد. لو تحدثنا عن الرغبة والإصرار فلا أحد يستحق الدوري سوى برشلونة، فما يفعله هؤلاء لنيل مبتغاهم خرافي ويجب التثمين عليه، بل ما يفعله تشافي في زرع ذلك فيه مميز، وهذا ما يجتنب البعض الحديث عنه لأنه يخشى تشافي أن يخذله مستقبلا. لكن ما شأنك بالمستقبل؟ فأنت لست في شمعية إعادة تربية، بل أنت بنادي يعيش على الألقاب، وتشافي حاليا يسير بالطريق الصحيح. لعب لهم بمنظومة هجومية بحتة واعتدى عليهم بالسوبر، ولعب لهم بنهج دفاعي كلي وخدعهم بالكأس، ثم لاعبهم بتوازن ما بين استحواذ وتراجع وضربهم في الظهر بالدورية. فصدق أو لا تصدق، تشافي فاز على أنشيلوتي ب3 مسابقات مختلفة وفي 3 ملاعب مختلفة وب3 طرق مختلفة تحت شعار وراك وراك والزمن طويل. كلاسيكو رابع في الطريق وسيلعبه برشلونة بدون ضغط، بل إن هذا الكلاسيكو سيبدأه مدريد متأخرا بهدف، أي أنه سيفتح ملعبه أكثر من المتوقع، وهنا بالذات سيؤكد تشافي على المرتدة. وإذا عاد بيدري وديمبلي ولحق بهذه المباراة فربما سيحتاج البعض لكي يشاهدها على الراديو، لأن سماع الضرب ليس كرؤيته بأم العين.